ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل التونه في البيت. بصراحه بعد الوصفه دي مستحيل اشتري تونه من بره تاني. الطريقه دي تيتا اللي قالت لي عليها وماما ساعدتني فيها، فياريت بقى نشجعهم كده ونقدر التعب اللي هم تعبوه معانا، ونخلي الفيديو تحت فيه لايك كتير. ما تنسوش الاشتراك في القناه، وعايزه اشوف تعليقات كتير بقى على الفيديو لان هم بجد تعبوا معايا جدا. زي ما انتوا شايفين شكلها واو، شكلها حلو جدا، وطعمها مش عايزه اقول طعمها عامل ازاي، طعمها تحفه بجد. يعني التونه اللي احنا بنجيبها من بره ديت فعلا دي ولا اي حاجه بالنسبه للوصفه دي والاكله دي. اكله لذيذه جدا، ويلا بينا نشوف المقادير. زي ما انتوا شايفين قدامنا سمكه التونه اهيت، ومعانا كزبره وكمون بس حصى، ومعانا حبهان، تمام، ومعانا بصله او بصلتين، بصله كبيره متقطعه، وجزر، ومعانا برضو 3 ليمونات، وحوالي كوباية الا ربع من الخل زي ما انتوا شايفين. وكمان معانا معلقتين توم وورق لورا. هنا بقى جه دور ماما. هنا هي بتقطع الزعانف بتاعه السمكة والديل زي ما احنا بنعمل مع اي نوع سمك، زي ما انتوا شايفين كده. لو حابين تعملوا اكتر من سمكة، يعني مثلا لو هتعملوا سمكتين او 3 يبقى هنزود في الكمية، هنزود بدل البصلة تبقى 2. انا استعملت هنا 3 جزرات او 4 جزرات كبار، يبقى هنزود في الجزر، هنزود في الليمون. تمام، انا هنا عملت سمكة واحدة بس زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نقطعها، نقطع السمكة كلها قطع زي ما انتوا شايفين دلوقتي. ماما هنا قطعتها قطع. هي بتنزل دم كتير قوي فلازم تغسلوها كويس جدا. انا مرضتش اجيب، احنا هنا ديت كانت المره رقم 3 نغسلها، مرضتش اجيب الشكل وهي تتغسل وهي فيها دم عشان ما يبقاش منظر مقرف بالنسبه لكم. بس احنا غسلناها كذا مره لحد ما تبقى الميه صافيه خالص، ما فيهاش اي دم او اي اثار للدم. وهنبتدي ان احنا نملأ الحله ميه ونحط خل على سوري، نحط خل في الميه ونسيبها لمده نص ساعه. في الوقت ده نكون حاطين حله ميه على النار. احنا حطينا ميه لحد نص الحله وسبناها تغلي. بعد ما غلت تيتا هنا حطت القطع بتاعه السمك. تمام. وبعد كده هنبتدي نحط كل المكونات اللي انا قلتها في اول الفيديو. عبال بس انت ما تحط قطع سمك، عايزه اقول على حاجه، ان احنا هنسيب السمك ياخد حوالي 3 غلوات، وبعد كده هنقله على العين الصغيره، وهوطي عليه. هتسالوني طبعا بتاخد سوا قد ايه؟ بتاخد بين 2 ل3 ساعات. انا اخدت معايا بالظبط 2 وربع، لانك لو سبتيها اكتر من كده اللحمه بتاعت السمك هتتهرى منك. طبعا تيتا هنا حطت البصل والجزر والليمون والكزبره قولوا معايا والكمون. لازم يكونوا الكزبره والكمون حصى، تيتا قالت لي لازم يكونوا حصى. تمام، فنسمع الكلام بقى. وحطيت الحبهان، سوري مش انا اللي حطيت، دي تيتا اللي بتحط. وحطيت الحبهان، وبعد كده هحط ورق اللورا برضو تاني، هحط، تيتا اللي بتحط يا جماعه. وحطت هنا معلقتين الثوم، وبتقلب دلوقتي. هتبتدي انها تغطي عليها تاخد 3 غلوات، ننقلها على العين الصغيره ونوطي النار. ده الشكل يا جماعه بعد ما عدى 2 وربع على السوا. تمام، هبتدي ان انا اجيب مصفى بره احضرها جنبي، وهبتدي ان انا اطلع القطع بتاعه السمك احطها في المصفى، وهنزل عليها بميه من الحنفيه او ميه ساقعه، لازم تكون ميه ساقعه زي ما انتم شايفين. انا بقى هنا اللي جه دوري. تمام، انا هنا طلعت القطع بتاعه السمك، ودلوقتي انا بغسلها بالميه الساقعه زي ما انتم شايفين كده. الخطوه اللي جايه طبعا هتكون ايه؟ هنضف القطع بتاعه السمك دي من الشوك، هطلع الشوك منها كويس. هحضر معايا على جنب ليمونتين وكوبايه خل وكوبايه الا ربع زيت او كوبايه زيت، يعني انا زودت بعد كده زيت. ومعايا صينيه على جنب
هبتدي ان انا انضف السمك من بره، القشره بتاعته اللي هي السودا دي هشيلها، وهبتدي ان انا اشيل الشوك اللي هو بيبقى بين اللي هو بيبقى جوه السمك بين القطعه والقطعه. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هحط القطعه اللي انا هنضفها هحطها في الصينيه. تمام، انا عايزه اوريكم من شويه انها استوت. الشوك اللي انتوا شايفينه ده هنطلعه طبعا. تمام، الشوك ده هيترمى. نبتدي بقى ننضف كل القطع دي ونحطها في الصينيه. هنا بقى بعد ما نضفت كل القطع حطيتها في الصينيه، وهبتدي ان انا احط كوبايه الخل، وبعد كده كوبايه الزيت زي ما انتم شايفين، وبعد كده هعصر الليمونتين. هنا انا بعصر الليمون، وبس وهقلبه. وفي حاجه اسمها اللي هي ماده الحفظ. ايه هي ماده الحفظ دي؟ الحله اللي احنا غلينا فيها قطع السمك، هي دي ماده الحفظ نفسها. هبتدي ان انا احط، يعني مش هنتقيد بكميه معينه. يعني انا مثلا حطيت حوالي 4 أو 5 كبشات، يعني كل ما كترت منها ده اللي بيدي طعم حلو جدا للتونه. زي ما انتوا شايفين كده. انا اسفه ان الصوره مش ثابته. انا في كل الفيديوهات اللي فاتت كانت دايما بتبقى الكاميرا ثابته وانا بشرح عادي، بس عشان انا هنا مش في المطبخ بتاعي، ومش معايا الجهاز اللي انا بثبت بيه الموبايل، فهنا في حد هو اللي بيصور، فعشان كده الموبايل مش ثابت. هنا الصينيه بعد ما انا حطيت فيها القطع اللي هي بقت تونه دلوقتي ومادة الحفظ وكل حاجه. وده طبق تاني، ده ماما بقى وتيتا اللي كانوا عاملينه قبل ما انا اجي واقول لهم قولوا لي الطريقه يعني. ده الطبق بتاعهم زي ما انتم شايفين، وده الطبق دي الصينيه بتاعتي. انا سمكيه بقى، هم عاملين 3 سمكات ولا حاجه. دي التونه يا جماعه بعد ما خلصت. نشكر الاول تيتا وماما انهم تعبوا معانا، ويا ريت نسيب لهم كلمه تشجيع في الكومنتات تحت كده. ونحط لايك على الفيديو، عشان الفيديو ده بالنسبه لي احسن فيديو انا عملته، عشان فيه تيتا وماما طبعا. يا ريت اي حد يعمل الاكله ديت او اي وصفه من اللي انا عملتها قبل كده يصورها ويبعتها لي على صفحتي على الفيسبوك، اسمها وصفه وفكره. هحط الرابط بتاع صفحتي في صندوق الوصف تحت. واتمنى ان انتوا ما تكونوش زهقتوا مني. اتمنى يكون كان الشرح بسيط. اتمنى انتوا تشتركوا على القناه، تدوسوا على زر اشتراك او سبسكرايب. قناتي على اليوتيوب اسمها ميرو فور everything. واشوفكم بقى في حاجه جديده، وباي باي.